السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخوت الخواتات، مرحبا بالناس الجداد اللي انضموا للقناة. شكرا لكم ومرحبا بكم والف مرحبا. الخوت الخواتات، ما تنسوناش من البصيمة، ناقصين بزاف فقط باش الفيديو ديالنا ينتشر ويشوفوه ناس اخرين. بغينا هاد العائلة تصلح امرها والله يدير ليهم شي تاويل الخير، فبغينا صوتنا تحنا يوصل لاننا باغيين غير الخير. كيف ما كيوصلوا القنوات اللي كيضربوا في الاعراض واللي كيسبوا ويقذفوا ويطيحوا الهضره ويخسروا الهضره، وستلقاهم يعني المشاهده عندهم عاليه بزاف. الخوت الخواتات، عندي بزاف النقط نطرق ليهم في هذا الفيديو هذا. اول حاجه غادي نشوفوا الفيديو اللي خرجت به بكريشه والسريعه. تاني حاجه غادي نشوفوا الفيديو اللي خرجوا به البنات مازال كيضربوا في الام ديالهم. ثالثا غنشوفوا موضوع حمل يسرى والزنوبه هي بنتها ماشي بنت السريعه. هادشي كله الخوت نطرقوا ليه، خليكم معنا. وغنقولوا لسعاد على سلامتك اختي سعاد لوليداتك، تهلاي في صحتك، تهلاي في وليداتك. ما تبقايش تدخلي الناس بينك وبين بنياتك، ما تبقايش تبارطاجي الناس اللي كيضربوا لك في البنات ديالك. الله يعطيك الستر، راه ماشي هذا هو الحل باش توصلي لبناتك او باش ترديهم، راه ما عمرك ترديهم هكا. هادوك الهاربات راهم حاضنين على بناتهم، حاضنين على وليداتهم. والله ما يخرجوا سر من اسرار بنياتهم. بغيناك تنتينات يعني ديري عقلك مع بنياتك. وتسمعي لينا، تسمعي الكلام اللي بغي لك الخير، ماشي هادوك اللي جالسين يدخلوا الفلوس على ظهرك وعلى ظهر بناتك. ومن الجانب الاخر، المنصه اللي كتطلع فيها امهات الخوت عيالات كبارين في اللاج ويضربوا اش غنقول لكم، طيحتوا النيفو بزاف، طيحتوه. انا بعد عيشه الرباله كنت من المتتبعين ديالها، وكنت من الناس اللي كيتبعوها، ولكن منين بدا هاد كما كنقولوا هاد السوق اللي دايره بهاد النساء اللي ما كيحشموش على عرضهم وتيشجعوا على العقوق وتيشجعوا على الضرب في الام، وتيقول لك البنت شنو كدير؟ ما كدير والو. فإلا ما كنتوش كتسمعوهاش كتقول، فانا غادي نقول لكم غنقول لكم الا عندكم شي حساب مع سعاد، ف... فما ماشي معناتها انكم تشجعوا بنتها تضرب فيها، تضرب في الام ديالها. راه حشومه داكشي اللي كديروه، وعيب وعار عليكم كنساء. كل وحده اللاج ديالها راها عندها يعني عندها الحفايد وعندها الحفايدات، ومازال كتطلع في المنصات في التالي الليل وتبدا تضرب يمين وشمال. راه حشومه وعيب هذا الشيء. دابا غنجيو للام بكريشه اللي حنا كنطلبوا يعني تنزل الرحمه ما بين هاد البنات والام ديالهم، وهي طالعه يا الخوت. مازال زايده فيه، مازال كتخربق حتى هي، مازال عاجبها هاد الموجه طالعه عليها. كتقول لك الناس كيتاجروا بلحمهم وتيديو فلوس الحرام. واش انت كتديهم اما انت حلال؟ واش انت اللي راضيه بالشهاد عائلتك وبالفضيحه ديال بنات ولدك ومرت ولدك، واش نتينا دايه فلوسك حلال؟ انت اصلا بغيتي هاد الشيء يطول، وبغيتي هاد الشيء يزيد، وبغيتي هاد الفضيحه وعجبك حيت كتدخلي انت منهم فلوس الحرام. وانتي عاد لحمك ومدمك. اما نقولوا الهاربات راهم من ما كيجيوهم لا من هنا ولا من لهيه، ماشي من عائلتهم، ماشي من طاصيلتهم، وما عندهم غرض. لهلا يقلب عليكم، ما يتسوقوش. المهم هما شنو كيدخل عندهم. لكن انتي الجده، انتي الراس الكبير، انتي اللي كنتي تحدي هاد الشيء من نهار اللي بدا تقول له لا ولدي ما نخرجش انا بناتك للسوشيال ميديا يضربوا فيهم الكلاب اللي يسوا واللي ما يسواش، ما نخليهمش يطعنوا في الام ديالهم. كما كانت ديك الام راها كانت خيرها عليا، راها ساعدتني، راها كانت كتعطيني، راها فرشت لي، راها دارت لي. يعني تكوني انتي الراس الكبير مول العقل. لكن انتي لا، لكن انتي عجبك هاد الفضايح، عجبك هاد البنات اللي كيتمرمدوا في اليوتيوب، طالعه كتقولي كيفاش غيديروا يهضروا مع امهم. لو كان فيك الربح ام اجداتهم، لو كان انتي تحاولي تصلحي ما بين الام وبناتها من الاول فاش بدا المشكل. ماشي طلعي لا وقالت لي سحرت لها وانتي حاقده.
حاقده حاقده حاقده، واحد الجده اللي حاقده. واخا تكون هاد السيده ما عرفت شنو دارت فيك، فتفكري الخير. واحد الجانب راه دايره فيك واحد الخير. لا لا، نتينا حاولتي هاد البنات يكرهمهم مزيان 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 وكيعجبك الحال وتلدي فاش يطلعوا يسبوها، وطلعي دابا وتقولي الناس تيديو الفلوس بالحرام. علاش انتي كديها حلال؟ انتي الاولى كديها حرام في حرام، لانك اش غنقول لك، كتشوهي عائلتك. هذا من جانب. طالعه السريعه حتى هي تعاود نفس المشكل، وعاد جاب لنا هذيك البنت اللي جابت سعاد وقالت لك اختها يعني الموضوع علاش كتبغيو تغطيو على ديك الشيء اللي وقع؟ انتي اش دخلك بين هاد الام وبناتها؟ خليكي بعيده، انتي جايه كزوجه، خليكي مع الزوج ديالك، مع بنتك اللي ولدتي، مع حياتك العائليه. بعدي من المشكل د البنات والام ديالهم. علاش كتزيدي يعني انتي ما حاملاش البنات يرجعوا عند امهم، لكن نهار لا قدر الله شتي، لا قدر الله، وهذه رساله لبنات سعاد، راه لا قدر الله امكم عطات وجهها للتراب، راه والله السريعه ما تعقل عليكم، والله تتحارب مع الزوج ديالها باش تهزوا راسكم عليها. شداكم دابا حيت كتضرب، كتحارب مع الام ديالكم بيكم، كتحارب مع الام ديالكم بيكم نتوما. نهار لي ما تبقاش الام ديالكم وتعرف راسها صافي حيدت هذاك الطريق، يعني حيدت من طريقها، راه ما تعقلش عليكم. فغادي نقول لك خليك في راسك انت، خليك في حالك، خليك في بنتك، وبعدي من بنات الناس. خليهم منهم الام ديالهم. انت كحب الله كصلحتي بيناتهم، انت كحب الله ما تزيديش تخرجي، ولكن لا، هادشي كله فلوس، هادشي كله مداخل اللي كتدخليها. وراكي كتقولي للمتابع هذه خدمتنا وبيكم كندخلوا الفلوس، ولكن المتابع داير القرون. انا اللي كيقتلني كيسمع هاد الهضره، كيسمعها بودنيه وتيدوزها وكتمر مرور الكرام، كتمر مرور الكرام. لانه كان متابع حر، منين تقول له كندخل بكم الفلوس غادي ينسحب، غيسحب الاشتراك ديالو ويخرج من عندها، يقول له لا الا كتخدمي بينا ها حنايا الله يعاون، وغيكون متابع ذكي. ولكن لا، تيجلسوا يتعاطاو الناموسه. نعاود اللي ما عند الناموسه بكريشه المفرقع هادي وانتم كتضربوا مع بعضياتكم، هما كيدخلوا في الفلوس. هذه من جهه. من واحد الجهه الخوت، كنت في واحد شفت واحد الفيديو د واحد الاخ، هاد الناس ما تيخافوش من الله. هاد الناس الخوت صافي قطعوا يديهم يد الله، ما بقاوش كيخافوا نهائيا. شنو طالع تيقول؟ كيقول بان البنت ولدتها يسرى والسريعه يعني ما حملهاش، راها كتربيها هي بالسيف وهادي وما هداك. ويلي، واش من نيتكم وصلتوا حتى لهاد الدرجه؟ واش من نيتكم وصلتوا حتى لهاد الدرجه؟ واش ما كترحموش؟ واش يا عباد الله؟ السيده هذيك شنقول لكم، ديك المصيبه الكحله اللي حتى هي خرجت، اللي ما كتشرفش حتى هي مدينه فاس، ومشات للمركب وسولات وقالوا ليها السيده ولدات وراها ولدت في النهار الفلاني وما بغاوش يخلصوا، عاودت لكم لاسين من عندكم من ديالكم، ومازالين كتخرجوا في القصص، ومازال كتالفوا في الكتب. ويسرى اللي ولدتها وبنتها شوفوا كي كتسكت عندها. يا اخي واش ما اتقوش الله؟ وما اتقوش الله، واش ما عييتوش؟ وحتى لا ولدتها هي وستروها تانتوما، راه الله عز وجل كيستر عباده، ستروا. لكن المؤلم الخوت، شوفوا المتابعين، شوفوا التعاليق كيفاش دايره، شوفوا هاد الناس علاش كيقدوا. انا بعدا والله العظيم فاش قريت هاد التعاليق راني سلاوهم معايا. الناس اخوتي ما بقاوش تيخافوا من الله نهائيا نهائيا. وكنتمنى الخوت منكم توصلوا صوتنا، لان هاد الناس طغاو بزاف. المتابع حتى هو راه طغى، ما نكذبوش على الله، ما نقولوش غير حيت المتابع اللي ذكي راه كيعرف راسو شنو كيتبع، والمتابع اللي كيبغي الناس اللي يستحمروه فهو راه كيتبع الناس اللي يستحمروه. الله يهدي ما خلق، الله يهديكم على نفوسكم، راه كل شيء غادي يتسالى. ولكن هاد الذنوب، هاد العائله فرقبت هادوك الهاربات كاملين. انا كنهضر لا اللي من هاد الضفه ولا اللي من الضفه الاخرى،
على رقبتكم كاملين، وعلى رقبة المتابع اللي كيشجع، لا على العقوق ولا على الام باش تحارب حتى هي مع بناتها. حتى لهنا الخوت غادي نقول لكم شكرا لكم. والى فيديو مقبل ان شاء الله. بغيت الخوت، بغيتكم تخليو لي في لي كومونتير واش ندير لي لايف وتبقاو تدخلوا وطلعوا للمنصه تعطيو رايكم، يعني كما كيديروا المنصه الشر بغينا نديروا واحد المنصه الخير. الا كان غيكون شي تفاعل فانا نبقى ندير معكم واحد الوقت، عطيوني الوقت اللي يناسبكم في التعاليق، نبقاو نديروا منصه طلعوا عطيو فيها الاراء ديالكم، سواء من هاد الجهه سواء من الجهه الاخرى، كل واحد يعبر كيف بغى، لكن في حدود الاحترام وفي حدود بلا سب بلا شتم بلا قذف. حتى لهنا الخوت غادي نقول لكم بالسلامه عليكم، والى فيديو مقبل ان شاء الله.